ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ محتوى الانتقاد راح فين؟ او بمعنى صح او محتوى الانتقاد اختفى؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. بداية إصدار اليوتيوب كمنصة مش كمحتوى كانت في 2017 سواء في الشرق الأوسط أو بره، لكن هنطلع بره دائرة الشرق الأوسط شوية لما كان حرفيا الناس تعمل حاجات غبية جدا عشان تتشهر، وكانت الخوارزميات ساعتها مساعدة على كده. كليك بيت بقى والجو اللي انتوا عارفينه بتاع 2017 ده. فطلع واحد بفكرة جديدة نوفي وقتها، وهي شرطة اليوتيوب. وايه هو يعني شرطة اليوتيوب؟ واحد بيطلع ينتقد الفعل اللي انت بتعمله، تمام؟ سواء الفعل ده كان مسيء ليك كبني آدم او مسيء للفعل او بيضر الناس بشكل عام، لكن كأنت ما بيجيبش سيرتك. مين اول شخص عمل هذا المحتوى؟ هو ايدوبز. هو حرفيا وقتها وصل لاقصى مراحل الفيوز، وبدا العرب يعملوها برضه. وهنا نخش على مرحله جديده، الانفجار. من 2020 حرفيا كانوا اشهر ناس في اليوتيوب هم بتوع محتوى الانتقاد: ابو الرب، اخوه ابو هيكل، هنودي اوسم، باري تيوب. معظم الناس اللي اتشهرت اصلا في الوقت ده كانوا مشهورين انتقاد، ومعظم الناس ساعتها كانوا بيحاولوا يبقوا مشاهير انتقاد. والدنيا كانت ماشيه حلوه حوالي 3 سنين، من 2020 ل 2023، فتره لما كان بقى بجد الفتره دي كانت الناس بدات تعمل قاعده جماهيريه بجد وينتقد المحتوى ده بجد، المحتوى الوحش بجد. فبقى كله حرفيا خايف يعمل اي حاجه غلط، يطلع بتوع محتوى الانتقاد تك 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 يجلدوه، حرفيا يجلدوه. فبقى كله حرفيا بينام بعين وعين. اي حد بينزل حاجات مشكوك في امرها بينام بعين وعين، فاهم؟ حصل عندك مشكله جديده انت كصانع محتوى انتقاد، وهي التصحر في المحتوى. التصحر في المحتوى إنه انت يعني انت شغلتك ان انت شغلتك حرفيا انت كنت بتتبع الترندات. طب انت بسبب اللي انت بتعمله ده انت حرفيا بطلت تعمل الناس تعمل ترندات غبيه بسببك. اه ليها جانب ايجابي بالنسبه للمجتمع، لكن ليها جانب سيء بالنسبه ليك انت كصانع محتوى. وكمان ما تنسوش ان في الاخر هو عايز ياكل ويشرب. يعني في الاول وفي الاخر اللي بيقدم محتوى الانتقاد ده مهما كان مستمتع، هو بني ادم عايز ياكل ويشرب ويشتري هدوم وكل ده، فهو عايز فلوس. فانت كيوتيوبر ليك طريقين تسلكهم لو انت عايز تجيب فلوس. الاول هو جوجل ادسنس والاعلانات اللي بتطلع لك وانت بتتفرج على الفيديو، ودي لما تحقق الشروط الربحيه مع اليوتيوب. وانت كده كده لما تكون مشهور سيكا هتحققها، يعني مش معضله. الشراكات مع الشركات، تمام؟ يعني انت تعمل سبونسر لمنتج او عقد مثلا، الابلكيشن بتعرض له مثلا مرتين في الشهر او 3 مرات في الشهر لمده 5 شهور مثلا. او فمحتوى الانتقاد سمعته اصلا وحشه. فانا لو واحد عندي شركه هاجي اعلن، ليه ما اعلنش عند واحد بتاع العاب واروح اعلن عند واحد بتاع انتقاد؟ هو كده كده اصلا الانتقاد اكيد ما فيش ابلكيشن هدفه الانتقاد، فعشان استهدف القاعده الجماهيريه بتاعته. فكده هو خسر الشركات، واعلانات الفيديو بتاع محتوى الانتقاد اصلا معظمهم بيبقى علامه صفراء اصلا. فانت كده حرفيا شغال لله الوطن. يعني حتى محتوى الانتقاد لو فيديو 10 دقائق جاب مليون فيو ممكن يجيب له $500. لو واحد بتاع العاب نفس 10 دقايق جايب نفس المليون فيو ممكن يجيب له $3000 عادي، مثلا بقول كمثال، فرق الارقام يعني. ففي بسبب حوار التصحر زائد ما فيش فلوس، في ناس اعتزلت، حرفيا ناس اعتزلت، ناس غيرت محتواها. ناس بقت غير مستمرة في التنزيل عامة، لكن لسه لحد الآن في محتوى انتقاد يعني لسه، بس مش زي زمان، مش هو اللي ماسك الترند دلوقتي. تمام؟ الترند دلوقتي بقى الهادي المستتب، يعني كل حاجة هادية، بس بدأت بالنسبة يطلع حاجات غبية تانية يعني. فلسه في ناس مستمرين شبه مازن، شبه عمر جهاد، شبه ناس كتير يعني. وأنا يعني وقليلا من آخرون برضه. فبس كده خلصنا. إيه رأيك في الموضوع السريع اللطيف ده؟ وسلام.